يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمباراة القادمة في بطولة الدوري العام المصري، وذلك بعد تعثر الفريق في آخر جولتين والتعادل مع الداخلية بهدف لكل منهما في الجولة الماضية. وسيلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء القادم 11 يناير في 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية وقطر، على استاد برج العرب. وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس. ويدخل نادي الزمالك اللقاء برصيد 25 نقطة في المركز الثالث، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 18 نقطة. وأكدت مصادر صحفية أن المنظمة المصرية بدأت تحركاتها بشأن أحمد فتوح وعبد الله جمعة بعد تواصل اللجنة الدولية معها لسحب عينة من اللاعبين. وسيتعرض اللاعبان للإيقاف في حالتين فقط، وهما رفض الخضوع لكشف منشطات بشكل مباشر بعد التوصل إليهما من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، والحالة الثانية هي ظهور العينة إيجابية بعد فحصها وإثبات تعاطيهم مواد محظورة.